طيب ازيكم يا شباب، دي المحاضرة التانية بتاعت الفسيولوجي اوف جي اي تي. هنقولها رابط كده بسرعة، ماشي؟ دي learning outcomes بقراها. بعد كده ندخل اول حاجه في الالكتريكال اكتيفيتي بتاعت الايه الجاستروانتستينال سموث ماسل. لازم تبقى عارف ان هي زي الاس اي نود بتاعت الهارت، ان هي فيها انترنسيك نيرف ريجوليشن، يعني من نفسها بتطلع نيرف امبulses من غير الاعتماد على البرين والسباينال كورد والسينس كله. فهي فيها لازم سلو ويفز. ماشي، السلو ويفز دي عامله ازاي؟ عامله ان هي كده سلو ويفز، ما بتطلعش للفايرنج ليفل، هي دايما ماشيه تحت، بس ماشيه تحت ماشيه تحت. اي ستيميوليشن ليها عن طريق الاسترتش ميكانو ريسبتور او الاسيتيلكولين او باراسمبثيك عامه بتساعدها بتريجوليتها ان هي تزود عشان توصل للفايرنج ليفل. اول ما توصل للفايرنج ليفل تعملي حاجه اسمها سبايك بوتنشال. سبايك بوتنشال ده اللي يعمل كونتراكشن اهو، ده السبايك بوتنشال، نزلت تاني، وبعدين سبايك بوتنشال تاني نزلت تاني، وهكذا. لو ما فيش سبايك بوتنشال تنزل تاني عادي وتفضل ماشيه سلو. طيب افرض في حاجه بتعمل لها انهبيشن. لو في حاجه بتعمل لها انهبيشن زي مين؟ زي النور ابنفرين والسمباثيتكس. ايه يا عم، مش السمباثيتك ده بيعمل المفروض كونتراكشن؟ لا، ما هو في الجي اي تي احنا قلنا انه بيعمل انهبيشن. طيب لما يعمل انهبيشن يعمل ايه؟ هي اصلا مش بتعمل كونتراكشن. لما يعمل انهبيشن يوصلها لحاجه حاله الهايبر بولاريزيشن، ان هي تحت خالص، عشان كده يقلل الاكشن بتاع الاسيتيلكولين والباراسمباثيك عليها، يبقى بيوصلها لحد الهايبر بولاريزيشن. يبقى انت عارف ان في حاجه اسمها سلو ويفز. ننزل تحت مكتوب الكلام ده بالظبط. السلو ويفز سبونتينيوس، يعني ماشيه لوحدها من غير اي محفز بيديها، يعني هي تعملها. oscillating membrane potentials of smooth muscles. they are not action potentials عشان ما وصلوش للفايرنج ليفل، بس when reach the firing level they cause action potential, cause muscle contraction. originate in the interstitial cells of كاجل، ما اعرفش اسمها كده ولا لا بالظبط يعني، بس هي عباره عن حاجه زي الاس اي نود بتاعه الهارت. هي دي الاس اي نود بتاعه ايه؟ الانتست والجي اي تي عامه، بس طبعا مش اس اي، يعني زي الساينواتريال. المهم which serves as the pacemaker of GI smooth muscle. These interstitial cells are present between the smooth muscle layers، عادي زي كل الماينتريك plexus، بس المهم تبقى عارف ان هي في الماينتريك مش في السبميكوزال. ماشي. طيب frequency of slow waves، الفريكونسي بتاعتها ثابته بس في اماكن معينه، يعني هتبقى ثابته في الستومك، هتبقى ثابته في الديودرم، هتبقى ثابته في السمول انتستين، وهكذا، لكن مش ثابته في كله، هي ثابته في اماكن معينه. يبقى the number of slow waves per minute varies in different parts but constant وكاركترستيك لكل بارت معينه. the basic rate cannot be changed by nervous or hormonal stimulation. يبقى الهرمونال ستيميشن هنا كان بيعمل ايه؟ كان بيزود لي، بيعمل لي سبايك بوتنشال، بس ما كانش بيغير الريت، هو الريت ثابت اهو ثابت اهو. ماشي. يبقى النيرفس والهرمونال ستيميوليشن كان نوت تشينج الريت ده. ماشي. ان كونتراست ذا هايت او السترينث او الفايرنج ليفل او كل الكلام ده، لا الفايرنج ليفل ثابت. الهايت او السترينث اوف ذا سلو ويفز اند ذا فريكونسي اوف ذا اكشن بوتنشال ذات اوكيور. الفريكونسي بتاعت الاكشن بوتنشال مش السلو ويفز. ربنا يجازيك بالخير يا ناجي. المهم that occur on top can be modified by neural and hormonal stimulations. يبقى ده اللي كان بي modified by مين؟ النيورال والهرمونال stimulation، مش الفريكونسي بتاعت السلو ويفز. the rate is lowest in الستومك، slowest في الستومك وهايست في الدودرم. ماشي. طيب نبدا اول حاجه بالريفلكس بتاعت التشوينج. الحاجات دي محتاجه فهم، فما تحفظهاش. lubricates food، دي فهم طبعا. decrease the size of food particle، فهم طبعا، فمش هنتكلم في الحاجات العبيطه دي، هنتكلم في الشوينج ريفلكس. اول حاجه انت اكلت الاكله دي اول ما تدخل بقك وهي لسه كبيره وشبه كوره كده بنسميها بولس. ماشي. البولس دي لما تدخل الماوس، ماشي، اول حاجه هنشيت ريفلكس انهبيشن اوف ماسلز اوف ماستيكيشن. يعني لو جينا هنا وقلنا ان هو اكل بولس، ماشي، اول ما البولس تدخل هنا بيحصل للماسلز اوف ماستيكيشن الموجوده في المكان ده، زي مثلا يعني الحاجات الماسلز اللي ماسكه الجو بتحصل لها انهبيشن، فيحصل ايه؟ اللور جو ده هينزل لتحت، فتفتح بقك وتاخد الاكل والاكل يدخل ما بين سنانك. بعد كده يحصل ريفلكس تاني ان الجو يطلع لفوق فتمضغ، وبعدين ريفلكس لتحت فتسيب، وبعدين تمضغ، وبعدين تسيب، وبعدين وهكذا لحد ما انت تفضل تكسر في ايه؟ في البولس دي. فهيبقى موجود هنا يلا معلش ماشي. the drop inhibition of the muscles of mastication which allows the lower jaw to drop. بعد كده الدروب نفسها بتinitiate stretch reflex of the jaw muscles، عشان كده يعمل rebound contraction فتمضغ الاكل تعصره. this automatically raises the jaw to cause closure of the teeth but it also compresses the bolus against the lining of the mouth. فبالتالي يعمل الايه؟ لما تكمبرس البولس في اللايننج بتاع الماوس يعمل لك نفس الريفلكس الاولاني اللي هو ايه؟ inhibition of muscles of mastication، فيعمل وهكذا، فتفضل تعيد لحد ما تعمل repeated again and again عشان تعمل الايه؟ التشوينج ذات نفسه. تمام. السوالوينج reflex is coordinated in the middle. afferent fibers are the vagus والglossopharyngeal. ليه؟ لانك انت عارف ان اللسان كان متقسم 3 حتت، حته قدامانيه وحته اللي هو البوستيريور 1/3 وبعدين الموست بوستيريور بارت. الموست بوستيريور بارت قلنا ان بيسبلايها الفيجاس، والبوستيريور 1/3 بيسبلايو مين؟ الجلوسوفارينجال. دول طبعا اللي هيبقوا موجودين فين؟ ورا ناحيه الفارنكس، هيبقوا هم المسؤولين عن السوالوينج، فتعرف اصلا ان هو كده فيجاس وجلوسوفارينجال ان دول اللي ورا يعني. طيب افرنت برضه احفظ الجلوسوفارينجال والفيجاس. swallowing had 3 phases: oral وده هيبقى voluntary، وفارنجال phase او esophageal phase ودول ايه؟ involuntary. طيب اول حاجه الاورال phase
after the end of chewing the tongue moves upward and backward to push the bolus of food into the pharynx. طب دي ليه؟ هنا التنج اهو، دي واحده، ده التنج والبولس مثلا هنا، عشان يدخلها ورا هنا لازم يموف باكورد وابورد، فيوقعها هنا. مش مهم يوقعها هنا، لسه بقى هنشوف بقيتها الاوروفيرنكس هتعمل ايه والهايبوفيرنكس واللارنكس هتعمل ايه عشان يكمل الاكل وينزل هنا. تمام ماشي. يبقى upward and backward to push the bolus of the food into the pharynx. الpharyngeal phase, the following sequence of events occurs during this phase. النيزوفارنكس closes upward movement of soft palate. يبقى النيزوفارنكس closes by upward movement of soft palate. فين دي؟ اهو النيزوفارنكس اللي هي الحته دي هتكلوز ازاي؟ السوفت بالات اهو يحصل له ابورد موفمنت عشان يقفل الحته دي كده، فمفيش حاجه تعرف تطلع لفوق، وفي نفس الوقت انت قفلت الحته دي فمش هيبقى في بريذنج، فيبقى هينتج عنها النقطه الثانيه برضو اللي هنقول عليها اهو. يبقى النيزوفارنكس لما عملت كلوز باي الابورد موفمنت بتاع السوفت بالات at the same time breathing is inhibited. ما طبيعي، ما احنا قافلينها اصلا. the vocal cords of the larynx are strongly approximated. الفوكال كوردز بتقرب من بعضها، واللارنكس is pulled upward و anteriorly by the neck muscles. ليه برضو؟ دي اللارنكس صح، المكان ده البولس وهي بتقع هنا وهتنزل كده، ما هي ممكن تروح هنا يمين ناحيه اللارنكس او شمال هنا، فالنيك ماسلز بتزق اللارنكس لقدام فتبعدها عن المسار ده، فيبقى الحته دي واسعه قوي عشان تعرف البولس تنزل فين، هنا اهو كده. بس ده اللي بيحصل. ماشي ماشي. The epiglottis swings backward to close the opening of the larynx. الابيجلوتس الابيجلوتس اهي هتروح باكورد عشان تقفل دي خالص، بس هي قصيره عشان كده اللارنكس كانت بتطلع لقدام، عشان الحته الصغيره الابيجلوتس دي تقدر تقفلها كلها، لان لو الماسلز بتاعت النك ما خدتهاش ترجع ورا الابيجلوتس هتقفل حوالي مثلا تلتين اللارنكس، هيبقى في برضه فرصه ان الشخص ده يجي له اختناق او اسبيريشن زي ما احنا بنقول يعني. Backward to close the opening of the larynx. Peristalsis begins in the pharynx to propel the food bolus towards the esophagus. Simultaneously the upper esophageal sphincter relaxes. الupper esophageal sphincter relaxes. فين الupper esophageal sphincter؟ اهو ده الابر اسوفيجيال سفنكتر. انا اول ما وصلت هنا خلاص هيريلاكس بقى عشان يعدي الاكل. ماشي. to prevent the food bolus to enter the esophagus. ماشي. اول ما تنتر الاسوفيجس اهو كل ده نفس اللي احنا شرحناه. الاسوفيجيال فيز ده برضو انفولانتري. طب والفارنجيال فيز انفولانتري. طب الاورال فيز لا ده الفولانتري. ماشي. هو برضو جزء مش مهم. المهم esophageal phase. The esophagus propels the swallowed food into the stomach. The upper esophageal sphincter prevents air from entering the esophagus. يبقى اللي بيبريفنت الاير انه يدخل الاسوفاجس الابر esophageal sphincter. ما هي بديهيه، ما هو يعني الاير جاي منين؟ جاي من فوق، فطبيعي مين اللي هيقفل ان هو يدخل الاسوفاجس؟ الابر esophageal sphincter. طب اللور esophageal sphincter هي بريفنت ايه؟ الجاستريك اسيد. طبيعي برضه لان الجاستريك اسيد جاي من تحت، فهو هيقفل اللي جاي من تحت انه يطلع فوق، وهكذا. يعني انت مش هيجي لك في الامتحان يقول لك مين اللي بيمنع الاير تقول له الجاسترو اللور. المهم حصل ايه؟ المهم primary peristaltic contraction begins behind the food bolus. ودي لازم تفهمها بقى عشان بص دي الاسوفاجس ودي البولس، هي ليه نفس اللون؟ ودي البولس. ماشي. انا عشان ازق دي بالعقل كده يعني بالفطره بتاعت الانسان في التفكير، انت لازم هتكونتراكت هنا عشان دي لما تكونتراكت تزود الضغط هنا فتزق دي لقدام. مش هتكونتراكت هنا ومش هتكونتراكت هنا، انت هتكونتراكت هنا لو انت عايز تطلعها لفوق، فانت هتكونتراكت فين؟ وراه. يبقى begins behind the food bolus as a continuation of the pharyngeal peristalsis. The peristaltic contraction moves down the esophagus and propels the food bolus along. الجرافيتي accelerates الموفمنت دي. بس انت تبقى عارف ان هم نوعين، في البرايمري اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو انا بتكلم عن الموفمنت في الاسوفاجس، وفي السكندري. ايه الفرق بقى؟ السكندري البرايمري ان انت كان في الاسوفاجس اهو وفي حاجات معديه، الحاجات المعديه دي متاثره بالجرافيتي ومتاثره بالكونتراكشن اللي بيحصل هنا. في السكندري انت في حاجه واقفه في زورك، لما حاجه تقف في زورك الجرافيتي خلاص ما عادش مأثره عليها، هي اصلا واقفه. يوم يحصل السكندري بريستالس دي اللي مش بتحصل في عادي، هي مش بتهابن نورمالي. ده مش معناه ان هي بتهابن باثوجينيكلي، لا هي فيسيولوجيكالي بس بتهابن في اوقات لما يبقى في حاجه واقفه في زورك، فيحصل ايه؟ ريزلت فروم ديستنشن اوف الاسوفاجس. هيحصل ديستنشن في حاجه واقفه فتستريتش الاسوفاجس لبره. لما يحصل كده يبقى الاسوفاجس سيلف باي ذا ريتيند يعني عالق الفود اللي واقف في زورك كليرز ذا اسوفاجس اوف اني ريمينينج فود، تقوم عامله بقى كونتراكشن من نفسها، كونتراكشن زياده هو اللي يوقع الفود ده. ماشي. يبقى as the food bolus approach the lower end of the esophagus the lower esophageal sphincter relaxes. خلاص انا وصلت للاخر بقى. This relaxation is vaguely mediated and the transmitter is vasoactive intestinal peptide. ده اللي خدناه في المحاضره اللي فاتت. يبقى هو قلنا لك الvasoactive intestinal peptide كان عباره عن ايه؟ عباره عن نيورو بيبتايد له حاجتين، ان هو بيشتغل كنيورو ترانسميتر وبيشتغل برضه كايه؟ كهرمون. ماشي. وفازو اكتيف عشان له تاثير على الفيزلز ان هو بيعمل لها دايليتيشن او المهم
this relaxation is vagally mediated يبقى عن طريق مين الفيجاس and the neurotransmitter is vasoactive intestinal peptide يبقى اللور esophageal sphincter relaxes عن طريق الفيجال stimulation ماشي. the wall of the fundus of the stomach relaxes عشان receptive relaxation to allow the food process to enter the stomach. يعني ايه؟ يعني انا عندي الاستومك اهي، انا جيت دخلت اكل هنا وبعدين اكل زياده وبعدين اكل زياده وبعدين اكل زياده، لازم الاستومك توسع عشان تستحمل الاكل ده كله لحد ما توصل لنقطه معينه وتعمله بروبيل للدودنم، بس لازم تجمع اكل، وهي عباره عن كيس بيجمع اكل بيجمع اكل بيجمع اكل، فكل شويه يوسع 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 والضغط ثابت ضغط ثابت ضغط ثابت ماشي. طيب the wall of the fundus بتاع الاستومك ريلاكسز وبنسميها ريسبتيف ريلاكسيشن. ريسبتيف ليه؟ ان هو بيستقبل فيريلاكس، يستقبل فيريلاكس، يستقبل فيريلاكس. لو انت فاكر كانت الفنتركلز بتعملها بتاعت الهارت برضه في اول بعض الفيزز من الكاردياك سايكل. المهم abnormalities في اللور اسوفيجيال سفنكتر ممكن يحصل ايه؟ ممكن يحصل جاسترو اسوفيجيال ريفلكس اللي هو جاسترو اسوفيجيال ريفلكس من غير الدي، من غير الدي، اللي هو الهارت بيم يوكر فين؟ لو التون اوف ذا لور اسوفيجيال سفنكتر از ديكريزد، فيطلع الجاستريك كونتنت او الاسيد لفوق فيعمل لي اريتيشن لللور اسوفيجاس ماشي. يبقى ده الجاسترو اسوفيجيال ريفلكس، وده اللي ممكن مع الوقت يعمل لي حاجه اسمها بارتس اسوفيجاس. ليه؟ لان الاريتيشن الزياده ده يعمل لي السريشن وبعد كده يعمل لي ستريكشر، والستريكشر ده يبقى فيه دايليتيشن فوق وهكذا، والالسريشنز دي اصلا بري كانسرس ممكن تؤدي لكانسر ماشي. تاني حاجه الاكاليزيا. اكاليزيا يعني ايه؟ ايه يعني احنا عارفين ان ايه يعني ايه؟ يعني حاجه مش موجوده ماشي. كاليزيا يعني ريلاكسيشن ماشي. كاليزيا يعني ريلاكسيشن. يبقى ايه كاليزيا؟ يعني نو ريلاكسيشن. يبقى if the lower esophagus sphincter does not relax، لما does not relax هيبقى فيه ستريكشر. الستريكشر ده مع هو مش هيبقى فيه ستريكشر، هيبقى فيه كونتراكشن عامه بس، يعني الكونتراكشن ده مع الوقت ممكن يعمل ستريكشر، بس ساعتها الستريكشر ده مش هيبقى زي الستريكشر بتاع البارتس اسوفيجاس، مش هيبقى بري كانسرس، فما اقدرش اقول عليه بارتس اسوفيجاس. بس الجاسترو اسوفيجيال ريفلكس والاكاليزيا الاثنين بيعملوا ستريكشر. الفرق ان الجاسترو اسوفيجيال ريفلكس بيعملوا بارتس اسوفيجاس بعد كده، اما ده بيعمل ستريكشر عادي ومش بري كانسرس. دي معلومه اسرائيليه في النص يعني، هو رابد انا عارف، بس عشان تبقوا برضه مفرقين وفاهمين الموضوع. يبقى الاكاليزيا may occur if the lower esophageal sphincter does not relax during swallowing and food accumulates in the esophagus ماشي. these are the common risk factors for acid reflux disease، هنقولهم دلوقتي. بس هنا هنتكلم على الاسيد ريفلكس ديزيز مش الجاسترو اسوفيجيال ريفلكس بس، هنا الديزيز نفسه ماشي. طيب اول حاجه بينج اوفر ويت وبيز وسموكينج، وهتقول لي ايتنج سبايسي فود وكربونيتد درينك وكوفي. كده انت ايه يعني؟ انت كده اديت وقلت الحاجات السهله واللي احنا عارفينها واللي بنهبطها في اي حاجه، بس في حاجات معينه برضه ممكن ايه يعني نركز عليها، زي eating large meals or lying down right after a meal او eating a heavy meal and lying on your back، فبالتالي انت المهم بعد كده في بريجنسي، في برضه هنا تيكينج اسبرين انت عارف الاسبرين طبعا والايبوبروفين عشان دول انسيدز اللي هم النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، او بلاد بريشر ميديكيشنز طبعا. ليه؟ عشان الكالسيوم شانل بلوكر بيعمل ريلاكسيشن، فممكن يعمل ريلاكسيشن في الايه في المهم زي ما قلنا تيكينج اسبرين وايبوبروفين عشان انسيدز، والبلاد بريشر ميديكيشن زي الكالسيوم شانل بلوكر عشان بيعمل ريلاكسيشن في اللور اسوفيجيال سفنكتر، فبالتالي بيوسعه يعني، فبالتالي الاسيد ممكن يطلع فيعمل لي جرد. او الالفا انتاجونست، الفا ريسبتور انتاجونست، دي برضه بنستخدمها في البلاد بريشر ميديكيشن عشان هي المفروض ان الالفا بتعمل كونتراكشن او كونستريكشن في البلاد فيزلز في الجسم عامه، فدي انتاجونست فبالتالي بتدايليت، فبالتالي الضغط بيقل. المهم ان هي برضه ممكن تعمل شويه حاجات في الجي اي تي تخلي زي انها مثلا بتقلل الموتيليتي بتاعت الاستومك، وممكن تجمع اكل اكتر، فبالتالي الاكل ده ممكن بوسيبيليتي ان هو يطلع للاسوفاجس اكتر. المهم ستريس طبعا في اي حاجه. gastric motility the stomach has 3 anatomic divisions، الفندس والبودي والانترم، الفندس والبودي والانترم. المهم functionally it's divided into two regions، the proximal region which includes the fundus and the proximal body. The region is responsible for receiving ingested food، يعني ingested food هينزل هنا هيروح للفندس وهيروح للبودي. The distal region includes the antrum and the distal body. This region is responsible for mixing food with digestion والgastric juice والكلام ده كله، digestion هيحصل في المكان ده كله ماشي. المهم receptive relaxation احنا قلنا فوق، بس كنا قلنا على اساس تقريبا فندس. المهم is the vasovagal reflex يعني عن طريق الفيجاس. it's initiated by distension of the stomach، يعني الاستومك اهي زي ما رسمنا برضه فوق اهي ماشي، هينزل لها اكل فيحصل ديستنشن، فالديستنشن ده باي انكمينج فود it reduces the tone of the stomach، التون بتاعت المصل دي هتقل، فبالتالي الاستومك هتوسع عشان تستقبل الاكل ده كله ماشي. and the muscle of the stomach body accommodates greater and greater quantities of food limit mean 0.8 to 1.5 liters، ده الليميت. بعد كده يوقف الريلاكسيشن ده ويبدا يكونتراكت عشان يعمل gastric emptying. the pressure in the stomach remains low until الليميت ده approach، يحصل بعدها ان البريشر يزيد وكونتراكشن وتزق الاكل. طيب mixing and digestion the distal region of the stomach contracts، الديستال ريجن ده هيكونتراكت ويميكس الفود مع الجاستريك سكريشن وبيجين بروسيس اوف دايجيشن. جاستريك كونتراكشنز ار انكريزد باي مين فيجال ستيميوليشن. ليه؟ عشان الباراسمباثيك احنا عارفين ان هو ستيميوليتنج في اي حاجه في الجي اي تي طبعا عدا السفنكترز، يعني هو بيعمل لها ريلاكسيشن. decreased by sympathetic stimulation العكس. طيب الموتيلين is the mediator of these contractions، عشان تعرف الموتيلين مالوش علاقه بالسمباثيك ولا له علاقه بالباراسمباثيك، هو له علاقه بمين؟ له علاقه بالانتريك نيرفس سيستم ذات نفسه، هو هرمون بيطلع منه عن طريق الريجوليشن بالسمباثيك والباراسمباثيك. طيب ستومك امتينج او البايلوريك بومب
فالستومك امتنج occurs by mean by peristaltic contraction. برضه كله peristalsis، ما احنا لسه في الجي اي تي in the stomach antrum and is opposed by the resistance of the pylorus. يعني ايه؟ يعني هيحصل فيه هنا contraction في الانترم، والبايلورس اللي هو البايلوريك سفنكتر هيوبوز الموضوع ده لانه قافل، يعني هفضل كونتراكت وده قافل، فلازم اعمل ايه؟ لازم وانا بكونتراكت افتح ده. هنشوف ازاي. The degree of constriction of the pylorus is increased or decreased by nervous or humoral signals from the stomach and duodenum. يبقى النيرفس والهيومرال دايما معانا في الريجريشن بتاع اي حاجه، بس هنا من الاستومك والديودنم، يعني الديودنم هيتحكم في ده والاستومك هيتحكم في ده، وما بينهم. المهم gastric factors that promote emptying ايه؟ stretch of the stomach. لما يحصل stretch كتير قوي للاستومك، الاستومك هتبقى عايزه تفضي، فتبعت لوكال ريفلكس للبايلورس ان هو يفتح عشان تعدي. طيب ايه تاني؟ الروكر ريفلكس انكريز، قلنا الجاستريك كونتراكشن وهينهبت البايلورس عشان يفتحوا. الجاستريك هرمون انكريز الريت اوف ستومك امتنج، دي قلنا في المحاضره اللي فاتت، ولو انت عارف يعني بقول لنا ليه. دودنال فاكتورز ذات انهبت ستومك امتنج، في حاجات هتنهبت الاستومك امتنج جايه من الدودنم، ماشي، زي الانتيرو جاستريك نيرفس ريفلكسز او الهرمونز، ماشي. يبقى ركز، دي نقطه ودي نقطه ثانيه. طيب انتيرو جاستريك نيرفس ريفلكسز زي ايه؟ لما الفود بينتر الدودنم multiple nervous reflexes are initiated from the duodenal wall and pass to the stomach to slow or even stop stomach emptying. These factors زي مين؟ الديستنشن اوف ذا duodenum، يعني في ديستنشن في الدودنم، الدودنم عمال في حاجات كتير، في حاجات كتير، فيبعت للاستومك يقول لها بس بطلي تفرغي فيا، انا زهقت، انا مليان، ماشي، فتوقف الاستومك ان هي تدي له كمان اكل فيهدى كده ويهضم اللي عنده زي ما هو بالراحه. الريتيشن اوف ذا duodenum ميكوزا نفس الكلام، عشان معظم الامتصاص بيحصل في السمول انتستين، فبالتالي هو مش عايز، لو انا لقيت اريتيشن في الدودنم، فالدودنم بيقول لا طب خلاص خلي الاكل اللي معاكي ده معاكي عشان ما يحصلش امتصاص من الانتستين، عشان هو تقريبا في سم وعامل لي اريتيشن. تمام. طيب الاسيديتي اوف ذا دودنال كايم والاوزمولاريتي اوف ذا كايم برضه بيأثروا في الموضوع ده، والبريسل بروتين زي ما احنا قلنا، وليسر اكستنت الفات. ليه ليزر اكستنت الفات؟ عشان الهاير اكستنت بتاع الفات هيبقى عن طريق الهرمون مش عن طريق الانتيرو جاستريك نيرفس ريفلكس. يعني احنا قلنا الكوليسيستوكاينين كان بيبعت اشارات للاستومك ان هي توقف الجاستريك امتنج لما يبقى فيه فاتس كتير، لان هو بقى الفات يبقى عايز وقت ان هو يحصل دايجيشن فين؟ في الدودنم، بس ده عن طريق الكوليسيستوكاينين والسيبتين هرمون، مش عن طريق انتيرو جاستريك نيرفس ريفلكس، ماشي. يبقى انت تحفظ الاربعه دول، هتحفظ لك ثلاثه منهم، والكوليسيستوكاينين احنا عارفين المحاضره اللي فاتت. اخر حاجه وهي الفوميتنج، اخرنا عن المحاضره اللي فاتت. اويف اوف ريفرس بريستالسيس بيجنز ان ذا سمول انتستين. على فكره الميكانيزم بتاع الفوميتنج يعني مش معروف لحد دلوقتي كاملا، يعني هو ما حدش عارف بالظبط بيحصل ازاي، بس هو كده هيبقى ايه؟ ريفرس بريستالسيس، ان البريستالسيس بدل ما هي بتنزل الاكل لتحت هتطلعه لفوق، والجاستريك كور ريلاكسز بدل ما هو بيكونتراكت لتحت، والجاستريك كونتنتس ار بوشد انتو ذا اسوفيجاس، ولو البريشر بتاع الاسوفيجاس بيكمز سو هاي او هاي انف انه يفتح الابر اسوفيجيال سفنكتر، هيحصل فوميتنج خلاص. يبقى الفوميتنج سنتر اند ميدولا ستيميوليتد باي ايه؟ باي تيكلينج ذا باك اوف ذا ثروت، زي ما انت وانت صغير شايف اليوفيلاي، اليوفيلا نازله من تحت كده، تقوم انت حاسس انت عايز تلمسها، تيجي تلمسها تلاقيك بتكح، هو ده التيكلينج اوف ذا باك اوف ذا ثروت. والجاستريك ديستنشن لما يحصل جاستريك ديستنشن كتير قوي ومش عارف ينزل الدودنم يطلع لفوق. تمام. ايه تاني؟ عندك الفيستيبولار ستيميشن ده في الودان لما عارف انت اللي اقول لك في السفر تبقى انت دايما عايز ترجع والكلام ده، هو ده الفيستيبولار ستيميشن او الموشن سيكنس. الكيمو ريسبتور تريجر زون دي موجوده في البرين، دي كيمو ريسبتور موجوده في البرين مش في الجي اي تي، ان ذا فورث فنتركل في البرين، هناخدها في السي ان اس. اكتيفيتد باي ايميتكس، دي مواد معينه، ايميتكس دي مواد معينه بتخلي الواحد يرجع، ومنها كانت حاجات بيستخدموها زمان اللي هو كان اسمه ايه، حاجه سيرب كده، دقيقه، ايوه كان اسمه ايبيكاك سيرب. السيرب ده كان بيستخدموه زمان في حاجتين، الغلبه كانوا بيستخدموه ما بيسيبوه عندهم في البيت عشان لما حد يبقى يحس انه مثلا عنده انتوكسيفيكيشن ولا حاجه يفرصوا ان هو يرجع، يعني بيديله بتاع عشان يرجع، عشان يطلع اللي في الاستومك بتاعته. في الاغنياء بقى كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا المهم كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا لما يبقى هم مثلا رايحين عزومه وكده وفي اكل كتير بقى والكلام ده، كانوا بياكلوا وبعد كده يشربوا البتاع ده عشان يرجعوا، فمعدتهم تفضل فياكلوا تاني وهكذا، فالموضوع كان صعب يعني هناك. المهم ففي ايميتكس وريديشن وفيستيبولار ستيميوليشن وكده. خلصنا المحاضره، احنا ركينا شويه في النص بس يعني ان شاء الله تكون حلوه يعني ان شاء الله، يعني ربنا يعينهم ونكمل المحاضره دلوقتي.